قبل موت عزيزة بشهر جالي تليفون من مصطفى بيقول لي ايه؟ فين اسلام؟ مين اسلام؟ اسلام ده يبقى اخويا، مش بس كده وله اخ توأم. من يوم ما عرضنا قصة اسلام في برنامجنا وانا متعودة على التليفونات دي، جالنا كم اتصالات ورسايل كلهم حاسين ان اسلام هو ابنهم. بس لما بنيجي نطبق البيانات بنكتشف ان لا، مش اسلام، ده حد تاني، اما خطفته عزيزة الله يرحمها او عصابة تانية خالص. وصلت لنفس مراحل اسلام في عدم المبالاة. لما بيقولوا لي ان لقينا حد بيقول ان دي ام اسلام او اهله، ما بحسش بحاجة. بس مصطفى فضل يدور علينا بمنتهى الالحاح، لانه من يوم ما شاف اسلام على التلفزيون وهم متأكدين ان ابنهم اللي اتخطف منهم في مستشفى الشاطبي. سألته ليه متأكد كده يا مصطفى؟ قال لي اسلام له اخ توأم وانا اخوه كبير، وانا متأكد انه اخويا. ايه يا مصطفى اللي بيأكد لك انه اخوك؟ قال لي هبعت لك صورة وانا في نفس سن اسلام، احنا نسخة من بعض. فبعت لي الصورة دي. فين الصورة؟ ايه رأيكم؟ الصورة واضحة؟ طيب دي صورة مصطفى وهو في نفس سن اسلام. انا مجرد ما جات لي الصورة دي ضحكت. اتصلت بشريف حنفي. شريف ده صديقي ورفيق الايام الصعبة، هو مدير انتاج البرنامج ده. يا شريف انا لقيت ام اسلام، لقيت مامته. من يوم ما عرضنا قصة اسلام وجبنا عزيزة هنا في الاستوديو وواجهناها باللواء عمر جعفر اللي قبض عليها وحبسها في قضية خطف الأطفال، وواجهناهم على الهوا ببعض على أمل نوصل لأم إسلام. وكل الناس اللي بتتابع البرنامج بتسألني سؤال واحد بس في كل حتة على الصفحة. الناس بتسأل مين أم إسلام؟ في الشارع كل اللي قابلني مين أم إسلام؟ حتى في القناة الناس اللي من بره البرنامج متابعين وعايزين يعرفوا مين أم إسلام. أنا فاكرة في يوم بطلب من أستاذي شاكر الكامل طلبات خاصة عشان التصوير وبتاع، يقوم يفاجئني ويقول لي إيه؟ بس أنا عايزك توصلي لأم إسلام، الناس كلها بتسألني. والله يا أستاذ شاكر وأنا كمان نفسي ألاقي أم إسلام وأفرحه وأفرح معاه، يا ريت. بس الحمد لله أخيرا ربنا استجاب لكل الناس دي. أخيرا وصلنا لأم إسلام وأهله. أنا فاكرة أول مكالمة بيني وبين إسلام وأنا بقول له لقيت أهلك وجات لي صورة لأخوك نسخة منك. لقيته سكت فجأة وقال لي إيه؟ طمنيني الأول، أمي عايشة؟ قلت له دي أول حاجة سألت عليها، عايشة ومستنياك. مش هي بس، أبوك وأخواتك وأخوك التوأم هيموتوا عليك. الخطة كانت كالآتي: أنا ومصور وفريق نتحرك بعربية من القاهرة على برج العرب اللي هو مكان أسرة إسلام. عربية تانية تتحرك تروح طوخ أو القليوبية تاخد إسلام وعزيزة اللي كان وجودها مهم في يوم زي ده من القاهرة لطوخ، تاخدهم وتطلع تقابلنا في برج العرب. احنا طلعنا بعربية وهم طلعوا بعربية. لاحظوا بقى في الفيديو اللي جاي ده تفاصيل صغيرة كده مهمة. إسلام وهو بيركب عزيزة العربية ازاي بيساعدها تركب، ازاي هي بتسند عليه. وجودها نفسه في حد ذاته في يوم التصوير ده جاية برضاها من غير اي ضغط من اي حد. طيب يلا على برج العرب. انا في عربية وهنبعت لإسلام وعزيزة عربية، كلنا هنتقابل في برج العرب. فاطمه بامر الله قبل ما تتوفى هي اللي خدته من الشطر، مستشفى الشطر العام اللي هي في الاسكندريه. بس انت قلت انت في اسكندريه. معلش لو سمحت ما تتدخليش في حاجه لانك ما حضرتيش. لا
دلوقتي ان انا اللي جايبه اسلام من مستشفى من اسكندريه وانا اللي خدته. وطب ابوه مين؟ تقول ابوه ما اعرفوش، اعرفه شكليا واعرف بيته بس. طب اسمه ايه؟ لا ما اعرفش. انت ما تعرفيش اسمه ازاي؟ طب تعرفيه ازاي؟ تقول لا ما اعرفش. بقى لها 10 ايام على قولة ما اعرفش. قالت اختها اللي جايباها من راجل اسمه محمد عبد اللطيف حجازي. رحنا لمحمد عبد اللطيف قال لك كان متجوزها بس شايله الراحه ما بتخلفش خالص. هو مات ما كان متجوزها، يعني ما نكرش الراجل اصلا، ما نكرش ان هو كان متجوز اختها، واختها مالهاش في الاسلوب ده خالص. بص يا ام اسلام، انت في الاول خالص قلت ان انا ابنك، عملنا التحليل اثبت غير كده صح؟ رجعتي قلت انت ابن اختي. طب ابويا مين؟ قلت محمد لطفي، محمد عبد اللطيف حجازي اللي هو محمد السكران. انا جبت لك ابنه لطفي، قال ان هو اتجوز اختك كان عندها 40 سنه واختك مالهاش في الخلفه صح؟ وخليتك كلمتيه في التليفون. رجعت قلبت قصه ثانيه وقلت انت ابوك بيته في منشيه النزهه صح ولا لا؟ طب اسمه ايه؟ معرفش. انا عارفه البيت صح؟ مين بقى خدتني منين وازاي خدتني من المستشفى؟ ربنا يبعت الفرج من عنده. لكن ايه، في حاجات يا ابني مش هقدر اقولها لك احتراسا للميتين وللحيين ولشرفك شخصيا. السلام عليكم. ازيك يا اسلام؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله تمام. وصلتوا لفين يا اسلام؟ نعم؟ وصلتوا لفين في الطريق؟ احنا على الطريق الزراعي دلوقتي. ما تعرفش فاضل لك قد ايه؟ عدينا كفر الزيات. كفر الزيات. اه. طب قول لي يا اسلام، انا عايز اسالك سؤالين. اتفضلي. انت احساسك ايه وانت رايح تقابل اهلك؟ والله عندي امل في ربنا كبير يا استاذ منى. ما انتش فرحان ولا حاجه يعني ولا حاجه؟ مش حاسس بفرح؟ والله مبسوط بس مش عايز اتعشم يعني. ربنا يعدي على خير. لا ليه ربنا يعدي على خير؟ انت قلقان؟ طبعا قلقان طبعا. من ايه؟ خايف لما يكونوش هم. خايف ما يكونوش هم، ولا زي ما قلت لي امبارح خايف يكون ده كمين من عزيزه مثلا لينا؟ وممكن يكون كمين من عزيزه. هنعرف يعني في تلك الحالتين هنعرف. هيبقى كمين من عزيزه ليه؟ لان هي برج العرب دي تبعها. برج العرب ايه؟ تبعها. الناس اللي هناك تبعها. برج العرب دول ناس تبعها. فهم ممكن يكونوا مش عارفين يوصلوا لي ويوصلوا لها. موديانا كلنا هناك. احنا معانا الصح. ان شاء الله ربنا يسترها باذن الله. قول لي انا عندي سؤال تاني ليك. لو طلعوا الناس دول اهلك، لو انت الست اللي شفتها النهارده دي طلعت امك، ايه اول حاجه هتعملها معاها؟ اول حاجه اعملها هاخدها في حضني طبعا. لا بعد الحضن والبوس والكلام ده. مش عارف. هي الحاجات دي بتيجي تلقائيه برضه يا استاذ منى. عزيزه جنبك؟ هنا جنبي. اداني. طب معاك ايه يا فندم؟ استاذه منى. ايوه يا عزيزه. انا عايزه اتكلم معاكي في حاجه مهمه جدا. هو حضرتك فين؟ انا في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. يعني مش هنتقابل؟ هنتقابل. طب خلاص يبقى على بركه الله. يبقى خلي سؤالي لما نقابل حضرتك وشوفي حضرتك عايزه ايه طلباتك من الاستاذ. عينيا. الو. احنا انتوا جاهزين؟ احنا قربنا عليكم، داخلين على برج العرب. الكل موجود؟ مامته، باباه، اخواته؟ الكل موجود يا فندم والله، بس حضرتك من اول امبارح. طيب احنا جايين اهو خلاص. احنا عند الصينية دلوقتي. معاك عربية ايه؟ عربية ميكروباص سقف عالي. بيضة. ميكروباص بيضة. ومشغلين انتظار. انت راكب عربية ايه طيب؟
لسه الصينيه دي، لا اللي بعدها. دلوقتي عند الصينيه، عند الصينيه دلوقتي اللي انت قلت عليها. احنا عند التكاتك. ايه؟ بنك التنميه فين؟ احنا لسه قدامنا شويه، لسه قدامنا معرفش قد ايه، بس احنا غالبا في الصينيه اللي انت كنت فاكرنا عندها اول واحده. دقايق وجايين. انا تقريبا شفتك.